واش معقول شاب خدام 3000 درهم يكري دار خاوية ب2000 ولا 2500 درهم؟ واش غادي يعيش ولا غير غادي يخدم باش يخلص الكرا ويسالي الشهر وهو خاوي الجيب؟ اليوم غادي نهضروا على واقع كيحرق الاعصاب ديال بزاف ديال الشباب في طنجة. دابا شوفوا معايا، دار خاوية، لا فراش لا صالون لا والو، وكتطلب 2000 ولا 2500 درهم في حومات اللي ماشي قراب للسونتر، حومات اللي بعاد. والشاب خدام غير 3000 حتى ل 3500 درهم في الشهر. قاليه شحال باش يعيش؟ 1000 درهم ولا حتى قل؟ هاد الشاب خاصو يخلص الماء، الضوء، الماكلة، النقل، حوايج، وزيد عليها خاصو يشري الفراش، الصالون، الطابلة، حيت الدار اصلا ما مفروشاش. يعني باش غير يعمر الدار خاصو شهرين ولا 3 ديال الصالير كامل، ما ناقص منه حتى درهم. فين غادي يمشي بهاد الحالة؟ كيفاش غادي يفكر يتزوج؟ كيفاش غادي يكون أسرة وهو أصلا ما قادر حتى يوفر أساسيات العيش؟ وبسبب هاد الغلا ولا بزاف ديال الشباب مضطرين يعيشوا مع بعضياتهم، يتقاسموا الكرا بين جوج ولا 3 أو لا حتى 4 غير باش يهبطوا الثمن ويقدروا يصبروا على المعيشة. دار وحدة كيعيشوا فيها صحاب، ماشي حيت باغيين هادشي ولكن حيت مضطرين. وهذا الوضع خلى بزاف ديال الشباب ما بقوش حتى كيفكروا في الزواج حيت الاستقرار ولا صعيب. كيفاش غادي يكون أسرة وهو أصلا ما قادرش يوفر حتى السكن بوحده؟ المشكل ماشي غير في الثمن، المشكل في السوق اللي ولا بلا مراقبة، وكل واحد كيكري بالثمن اللي بغى. وكاين حتى بعض السماسرية كيطلعوا الثمن كيقولوا راه طنجة طالعة والسوق سخون. ولكن واش السخونية تكون على ظهر المواطن البسيط؟ راه بزاف ديال الشباب ولا كيعيش غير باش يخلص الكرا، لا ادخار لا زواج لا استقرار، غير الخدمة والكرا. مع مرور الوقت كيضيع الحلم ديال تكوين أسرة والعيش بكرامة. هادشي خاصو حل حقيقي، ماشي غير الهضرة. خاص يكون تدخل وتنظيم للسوق ومراقبة للأثمنة وتشجيع السكن بثمن معقول للشباب اللي خدام وباغي يعيش بكرامة. الدولة خاصها تلقى حلول عملية، حيت السكن ماشي رفاهية، السكن حق أساسي لكل مواطن. في الأخير، إلا عجبكم الموضوع وكان كيعبر على الواقع اللي عايشينه، ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وخليوا لنا الرأي ديالكم لتحت، واش فعلا الكرا ولا فوق طاقة الشباب؟ واش كتشوفوا شي حلول كاينين أو لا؟